السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن ازاي نبني الراك. اول حاجة الراك بيتقسم لثلاث حاجات. اول حاجة الداتا بتاعتك، تاني حاجة الفيكتور داتابيز اللي هتحتوي الداتا بتاعتك، تالت حاجة انشانت موديل اللي احنا هنستخدمه. هنا في السيشن ديت هعلمك ازاي ترفع اي داتا بتاعتك، اي كتاب ايا كان ترفعه على بيلين كون، بعدين نبني فوقيه ايجنت. خليني الاول فاتح معاك هنا الايجنت الاساسي، ده الايجنت الاساسي ودوت الكود بتاعه بعد ما عملناه. فده هناخده كده كوبي، كنترول سي، نحط تحت كنترول في، نروح معلمين عليه كده. كل كل حاجة فيه بتتعلم، نروح محركينها اهي. ممتاز كده، ممتاز كده. طيب وبعدين بقى بص يا معلم، هنا في حاجة اسمها وين كليك تيست. يعني بص، لا ماشي ماشي، انا عايز دي بس امسحها. مسحتها فعلا. طيب دي اجيبها منين؟ تريجر مانيوالي، تريجر مانيوالي جيبها كده. يعني ايه تريجر مانيوالي؟ وين كلاين تيست ورك فلو، لما تيست ديت هتشتغل، واروح رابطها بدي. طيب ممتاز. بعدين بعدها هات لينك لاقي كتاب انت عايز تستخدمه. انا عن نفسي استخدمت كتاب السماح بالرحيل بتاع ديفيد هاوكنز، ودوت اللي نشتغل عليه بحيث ان احنا نبني ثيرابي شغال على السماح بالرحيل، والكتاب بتاعه. طيب اللينك هنا اهو، تمام. والاوتبوت ده بتاع الست يو ار ال، فده بتاع edit اهو. ده كده بتاع edit. لو قلنا هنا edit، edit فين set، ده بيعمل ايه؟ ده بكل بساطة شديدة بيجيب الداتا، يعني بيجيب الداتا لينك آه من على درايف، كوبي لينك من على درايف بالمنظر ده كده. تيست ستيب، المفروض هنا هيظهر لي اللينك. بالظبط هنا ظهر لي اللينك يا معلم. طيب بعدها بقى ايه؟ هنا حاجه اسمها جوجل درايف. جوجل درايف فيه اكتر من اوبشن. انت بتربط الاول بجوجل، بالجوجل بتاعك عن طريق الاو اس ريدايركت يو ار ال والكلاينت اي دي. طب دي اجيبها منين؟ هتفتح جوجل كونسول، هتفتح جوجل كونسول وهتعمل مشروع جديد. ايميليتر، هتفتح كونسول وهتعمل مشروع جديد، مثلا المشروع ده، وتبقى جاي على داتا اكسس. مش عارف كانت جاب منين بقى عشان انا ناسي، كل مره بنسى، كل مره. او اس كريديشنز، بالظبط كده هنا. وهنا الكريديشنز بتاعتك، هتلاقي الكريديشنز بتاعت ان اي 10 موجودة هنا. ده جاي كريت او اس كلاينت اي دي، ابلكيشن تايب، ابلكيشن، حط اليو ار ال بتاعك، اليو ار ال بتاع ان اي 10، والاوزر سايز يو ار ال، اللينك اللي هو يبقى فيه كول باك. واللينك الكول باك بيبقى دايما ده، ده بس الاو اس. انت كده كوبي، حط حط هنا. بعد ما تحطه هنا هو جاي يعمل كده هنا بالمنظر ده كده، اللينك والاوذروايز. تروح مختار اوبس ان ات كاب، وتروح عامل كريت. بعد ما تعمل كريت هو يسأل الكلاينت اي دي، هتروح اخده حطه هنا. وبعدين هتلاقي الكلاينت سيكريت،
هتروح اخده حطه هنا بس. هو ده اللي انت المفروض تعمله. تمشي مع الخطوات دي خطوة خطوة. ممكن تحملهم جيسون عشان ما تنساهمش بيكونوا موجودين دايما في مكان واحد. آه بس ده اللي انت محتاجه حاليا. طبعا انا مش محتاج ده خلاص. خلي ريموف. مش محتاجين ده في حاجة. طيب ممتاز. ده اجيبه منين بقى؟ ده اجيبه منين؟ درايف. جوجل درايف. وبعدين داونلود فايل. هو ده. لو يعمل كده وربط الدنيا ببعض هيظهر لك الزرار ده ساين ويز جوجل يكونكت. بس كل حاجة تبقى كونكتد. كل حاجة تبقى تمام. اللينك بقى اللي انت الفايل انت هتسيرش فيه فأنه فايل بالظبط هقول لك دلوقتي. هو هنا اللي فات execute purpose links by URL. صح؟ صح. variable المفروض URL. URL طلع لي كده. راح جاي هنا اربط ده بده. اربط ده بده. اهم حاجه نتاكد ان هم مربوطين ببعض. ستيب ستيب. راح جاي اعمل ده كده. ده كله اتعلمنا خلاص. انت المفروض انت اتعلمت وماشي معايا خطوه بخطوه والدنيا سريعه وانا عارف. بس هو ده الموضوع يعني. مفيش اي يعني ورك اراوند. مفيش اي حاجه جديده. مفيش اي حاجه مش مفهومه. هو ده الموضوع. هو ده فعلا اللي احنا شغالين فيه. فبس يعني اديت اهي. المفروض بقى اللي يحصل دلوقتي انت خلاص روح رابطه بينيكون فيكتور داتابيز. بينيكون فيكتور داتابيز. لا هي دي. هي دي اي بي اي كي. عندك اي بي اي كي كتير جدا. ان اي 10 printf create copy. تروح جاي مالي رميها هنا. rating connect saving. تعمل سيف كل شويه وانت شغال. تأكد ان الفيديو شغال. الفيديو شغال. طيب ممتاز. عايز الاندكس بتاعك يبقى فين بقى يا معلم؟ نروح رايحين على بام 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 بام. نروح على باور اي بي اي داتابيز. عندك اتنين اندكس. كاريت اندكس جديد واسميه letting go. بص بقى ركز معايا هنا. انت ممكن تستخدم موديل دايمنشن معين ما تلاقيش ال ال الامبيدنج المناسب ليه بنفس الدايمنشن. طب عشان كده نعمل ايه بقى؟ اقول لك كاستم انتر دايمنشن واختار الدينيس ديزاين. هنا انا هختار الدايمنشن على حسب الرقم بتاع الامبيدنج. طب نعرف الرقم بتاع الامبيدنج منين؟ هترجع تاني هنا. ترجع هنا تاني امبيدنج ايجور وتاخد الموديل ده. what is the embedding size of 1500 embedding 1536. خلي بالك كده اي موديل هتستخدمه اعرف الاول اسم الموديل وبعدين اسال على موديل الامبيدنج مش الموديل العادي. لاحظ ان ده موديل امبيدنج مش موديل عادي. بكرر تاني ده موديل امبيدنج. فحطينا هنا الرقم زي ما كان مكتوب واخترنا كل حاجه زي ما هي كريت اندكس. الكاري دلوقتي معايا. ممتاز. الكاريت معايا. لو عملت كونكت هيقول لك الطريقه. لو انت هتستخدم الكود بالطريقه دي كده او لو مش هتستخدم الكود فاحنا محتاجين احنا نظبط الدنيا هنا. طيب الامبيدنج انا بنستخدم ايجور.
انت ممكن تستخدم، انت دلوقتي عندنا الفري جوجل، آه بص، embedding. عندك embedding اوبن اي اي، عندك ايجور، عندك embedding جوجل جيميناي، هي دي اللي انت هتستخدمه. embedding جوجل جيميناي. بس هتشوف الامبيدنج بتاع موديل جيميناي انه موديل بالظبط. يعني مثلا نستخدم هنا، لو هنستخدم هنا الموديل، هتلاقي مثلا ده موديل جيميناي، هاو ماتش dimension. طيب، ده مكتوب. تعالى نسأل ChatGPT. بالطريقة دي هتعرف الدايمنشن، كل حاجة بالطريقة دي على فكرة. يقول لك 7 6 8. لو حطيت دايمنشن تاني غير الدايمنشن المكتوب هيجيب لك الرقم. لازم تكون عارف انت بتحط ايه وشغال مع ايه. هتربط بقى دي بدي، تربط الامبيدنج. بص لو لاحظت هتلاقي التالي امبيدنج، الامبيدنج والدوكيمنت، الامبيدنج والدوكيمنت. في حاجة اسمها داتا لودر. داتا لودر ده انت محتاجه. داتا لودر، ديفولت داتا لودر انت محتاجه. اكتب بيرفز ماشي، اكتب بيرفز نود، اسف. تيجي الران، جاي هنا كاتب ده خلاص. بي. اوكي اوكي اوكي. ده الحركة بتاعت الوان شوت ديت، يعني حرفيا صعبة، صعبة أوي. انت تفضل قاعد مركز وان شوت، خلاص الفيديو دوت النهاردة من غير ترتيب، من غير أي حاجة. بس يعني حاول. دي اسمها ايه بقى؟ ليدنج لو. بس بس ايه؟ اهو ليدنج لو، هو جايبها هنا. ليدنج لو هنخلي النيم سيرفيس from a running connection trigger. الكونكشن مش راكب مع ده مش راكب مع ده. لازم ارفرش. لازم. مفيش حاجة أسرع. داونلود. هو تقريبا لازم إن أنا أعمل كده بس. جوجل كونسول، جوجل كونسول لازم يخلوني أستفز كل ده. بعد ما أخش على جوجل كونسول، أختار بروجكت أو سكرين.
كانت فين دي؟ ايوه هي دي. بص بقى، المفروض ان انا اضيف اوس اوس كاب كده. تمام. كاب تاني. المفروض افتح لك حاجه شبه كده. لو قال لك نوت، يعني لو قال لك ان في دي حاجه دينجر وخلي بالك وما اعرفش ايه، انت فاتح من على موقع رسمي، فما تقلقش من حاجه شبه كده. بص هيقول لك hasn't verified this app، قول له continue مش مشاكل. اللي بتقول انا انت في الاخر او في الاول ده انت اللي شغال على البلاتفورم مش اي حد تاني، اكيد بس ان الفيديو شغال. الفيديو شغال لسه. ف كده اشتغلت. تست. كنت عملنا داونلود. لسه بيحمل داونلود. طب بص، في هنا حاجه اسمها داتا لودر. دي وظيفتها اللي هي بتعمل لود الداتا. تمام. المفروض هنا مثلا ار ان، تروح جاي عامل كده، تروح مركب ده هنا، تروح جاي مركب ده هنا، المنظر ده. بس بس ده اللي فايل. فايل ار ان. فايل نيم فيرست باينري، داونلود فايل فيرست باينري. بس الداتا لود في حاجة ريكريزيف كاركتر سبليتر، ده اللي بيقسم الشنك، بيقسم التكست بتاعك شنكات، بحيث الشنكات تبقى حاجة شبه كده. حاجة شبه ايه؟ شبه كده مثلا. حاجة شبه بالمنظر ده كده يعني. طيب كده كل حاجة اشتغلت. المفروض لو انا عملت تيست ورك فلو كل حاجة تشتغل. هيقسم الكتاب لصفحات، وهيحطها في البيني كونفكتور داتابيز عن طريق الامبيدنج ايجور اوبن اي اي، وعن طريق الريكريزيف كاركتر سبليت. المفروض ده يشتغل. هو المفروض معرفش بقى هل هيشتغل ولا مش هيشتغل. بس خلينا نشوف. بكرر تاني ان انا بركز على الكواليتي في الشغل، بحيث ان انا افكر مواقف عالي، كل حاجه تكون واضحه واحنا شغالين. بس يعني وهياخد وقت في البدايه. كنترول اس بس عشان السيف. هبدا بقى احط. هستنى لحد لما يخلص واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.